السلام عليكم. مسا على الفانز الكويس. حقكم عليا جدا 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 ان انا ما نزلش الاسبوع اللي فات، بس انا كنت بمر بقى يعني بشويه حاجات كده، بشويه شقلباظات. المهم بس انا بطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو ده دعوه كلها ثقه كده من جوه قوي، من جوه قلبكم، ادعوا لي باي حاجه علشان الواحد بيتخزوق. اوكي. المهم تعالوا بقى لاسبوعنا الجميل. الاسبوع ده عندنا موضوع حلو جدا، وهو شرح بالتفصيل شويه للبوت لين وازاي تلعب فيه سواء كنت اي دي سي او سبورت. هنمسك النهارده الرينجد سبورت، والفيديو الجاي الميلي سبورت ان شاء الله. خليكم معانا عشان هتتكيفوا. يلا بينا. البوت لين، اللين القذر ده، اغلب الجيمات بتحس انك بتكسب او بتخسر البوت لين بالحظ. ده بيرجع لحاجات كتيرة جدا. انت ممكن ينزل معاك واحد ما عندوش اي فكرة هو المفروض يعمل ايه، او ممكن ينزل معاك ازاي، او ممكن ينزل معاك واحد برنس تحسه فاهم بالظبط الدنيا المفروض تمشي ازاي. المهم انك علشان تبقى برنس زيه كده يبقى لازم تدوس على زرار الجوين ده او الانتساب، ومن هنا تقدر تاخد كوتشنج من بابا بهوش مني شخصيا، هيعليك لفوق فوق قوي وعلى مقاسك بالظبط، وهطلع لك بالتفصيل غلطاتك انت وازاي تقدر تصلحها. نرجع لموضوعنا بقى الاساسي. اختلاف فهم الناس ووجود 4 لعيبه خلى اللين عشوائي بدرجه كبيره جدا، والسبب في فشل اللين ده في البلات او اقل هو ان الناس اللي فيه مش بتعرف الماتش اب كويس جدا. في الميد لين مثلا اوريانا بتبقى عامله حسابها انها بتلعب ضد زد، وبتبدا تشوف هتلعب ازاي علشان تكسبه وتعمل حسابها للجنجل. لكن في البوت لين بقى يا صديقي الصدوق انت معاك 1 وضدك 2، ولو زودنا طبعا الجنجلرز يعني يبقى حوالي في 6 في الملعب يا اسطى، ودي حاجه بتكون محيره جدا وبتخليك لازم تاخد بالك من حاجات كتيره جدا. طيب اول حاجه تفكر فيها علشان تلعب اللين ده بشكل صح هي انك تعرف نوع السبورت اللي معاك او اللي انت بتلعب بيه، ونوع السبورت اللي ضدك. السبورت بالمناسبه هو اللي بيحدد 90% من اللين هيمشي ازاي، علشان الابيليتيز بتاعته بتكون مؤثره جدا بشكل اكبر بكتير من الاي دي سي في اول الجيم. قارن كده الابيليتيز بتاعت كوجمو مثلا او جينكس مثلا ببايك او فيلكوز، اكيد فهمت الفكره. وده بيودينا لنوعين من السبورتات، الميلي والرينج، زي ما هم باين على الشاشه كده انواعهم. الاي دي سي لازم يفهم ازاي يقدر يلعب معاهم. هنبدا بالرينج سبورتس في الفيديو ده. الاي دي سي محتاج يعرف يعمل 3 حاجات علشان يلعب معاهم صح. اول حاجه انك يكون معاك بوش ادفانتج، بمعنى اصح دايما انت اللي عامل بوش ومعاك مينيونز اكتر من اللي ضدك. ده مش معناه انك بتضرب في المينيونز زي المجنون، لكن يكفي ان يكون معاك مينيونز اكتر من اللي ضدك. ده هيدي فرصة أكبر للسبورتس اللي معاك إنهم يضربوا السكيل شوتس بتاعتهم على اللي ضدك، لأن مفيش مينيونز هيكونوا في طريقهم ولا حاجة اللي ضدك ممكن يستخبوا وراهم. فكر كده في كيو فيلكوز أو كيو براند أو كيو كارما، هيكون أسهل بالنسبة لهم إنهم يضربوا الحاجات دي لو مفيش مينيونز كتير ضدك يصدوا الضرب ده. تعال نبص بقى على ميس فورشن الجولدي دي، هي وإزرائيل وصلوا اللين في نفس الوقت. إزرائيل بيضرب كتير في الويف، وده معناه إنه عاوز يوصل لليفل 2 الأول علشان يدخل مع ثريش. الحقيقة إن ميس فورشن هنا كانت المفروض تضرب في المينيونز أكتر علشان توصل لليفل 2 أسرع. بص كده يا صديقي الصدوق إيه اللي بيحصل لمجرد إنهم وصلوا لليفل 2 في نفس الوقت. براند اضطر يرجع ورا خالص علشان ما يتسحبش وهو مش معاه مينيونز تحميه، وميس فورشن هتقعد تعمل فليم اخر الجيم. الفكره كلها ان ميس فورشن هي اللي ضيعت الوقت في انها عماله تجري وتتحرك بلا هدف، والوقت اللي ضيعته في الحركه دي كان المفروض تضرب فيه بالمينيونز اكتر. وانت برضو كسبورت لما تلاقي نفسك في الموقف ده مفيش مانع من انك تضرب دبليو على المينيونز وكمان اللي ضدك فتساعد في البوش شويه، لان ده اللي انت عاوزه. بس برضو خد بالك من انك ما تعملش سبام وتفضل تضرب كتير لانك عاوز تعمل سلو بوش. بص بقى المعلم اسرائيل ده الهاي ايلو اوف اللي بيشلوح الناس، بيخلي اللين سهل ازاي. هو معاه كارما وهما الاتنين بيعتمدوا على سكيل شوتس، فبالتالي فضل يضرب في المينيونز بشكل كبير علشان يفتح فرصة انه يعمل بوك، والنتيجة ان طول فترة اللين كانت سوراكا وكايزا تحت وابل من الرصاص الحي يا اسطى. طيب ما هو انا بهواشي بقى اقعد اعمل بوش طول الجيم وبلاقي حفلة عندي في البوت لين. اقول لك علشان انت مش بتحط وردات. بص كده وركز معايا يا اسطى علشان تاخد ايه الزتونه. اعتمادك على السبورت انه يحط وردات مش دايما بيجي في محله. زي ما قلنا كده واحد لا تعرفه ولا يعرفك هيفيدك ليه؟ والله اعلم اساسا هو فاهم اللعبه اساسا ولا لا، بس انت فاهم خلاص عشان انت بتعمل ايه، انت بتتابع بابا بهوش.
لو لقيت السبورت بتاعك مش عارف انه المفروض اول ما تبقوا هتعدوا من نص اللين بتاعكم وتخشوا في النص بتاع الانمي المفروض يحطوا وردات، يبقى اعمل له بينج بسيطه اهي، اعمل له بينج انه يحط وردات. لو ضايع خالص والواد شارب كله ومسطول، زق انت الويف تحت البرج وروح انت حط الوردات، وبكده مش هيفوتك حاجه، وبكده انت حاولت تكاري اللين بنفسك. اللي حصل هنا بقى يا اسطى ان اسرائيل طنش وقال لك دي مش شغلتي، وعقبال ما كارما افتكرت انها المفروض تحط الوردات كان الوقت اتاخر، والانمي جانجلر بالفعل كان هنا، واسرائيل ادى اللي ضده 2 كيل على طبق من ذهب بعد ما كان مسيطر على اللين، لمجرد انه اعتمد على كارما ورفض يعمل شغلها. واخد لي بالك يا مستر بيلي؟ واخد لي بالك؟ سبحان الله كأنهم 2 لسه متجوزين. انت عندك تحكم في الويف لما تزق الويف تحت برج اللي ضدك وتمشي انت كاي دي سي وتروح تحط وردات حسب مكانك وحسب الجنجل ممكن يجيلك منين، زي الامثله اللي على الشاشه كده. انت بتخلق لنفسك تحذير بدري ان في حفله هتتعمل عليكم، وبالتالي بتدي لنفسك فرصه انك تخلع. ركز معايا يا عنتر زبله، ركز معايا. اخر حاجه محتاج تتعلمها وانت بتلعب مع رينجد سبورت هي الباراليل بوزيشننج، شرحناها كتير وهنعيدها، يا ما اتكلمنا عنها. ببساطه دايما خليك على نفس الخط مع السبورت بتاعك، علشان لما تيجوا تعملوا التريد مع اللي ضدك يكون اللي ضدك في الرينج بتاعكم انتم الاتنين، فيا تتضرب من الاتنين وبالطريقه دي تكسبوا التريد. يعني السبورت اتقدم انت جنبه، السبورت رجع خطوه ورا انت قده، واول ما تزنقوا واحد بيتحرك بعيد عن التاني في اللي ضدكم تزنقوه وتنكحوا على طول وتحدفوه بالابائيب يا اسطى. طيب يا بهواشي، بص انا هكلمك بصراحه عشان انت باين عليك انت بتتكلم من البرج العالي ومش بتشوف الجيمات بتاعتنا. دي حاجه سهل انك تقولها، لكن السبورت بتاعي بيكون واقف ورا بيشد كله زي جانا كده دي بالظبط. هقول لك يا عم رجب طيوزه اهدى كده بس، كل حاجه جايه. انت تقدر اول حاجه تعمل لها بنجات انه يساعدك او انها تساعدك، تقدر تكتب له في الشات خليك واقف جنبي، ما هي الحاجات دي مش معموله كده استعباطا في اللعبه. لو كل ده ما اشتغلش بقى تقدر تقف انت ورا معاه شويه، ايوه ده هيخليك مش مسيطر على اللين لكنك في اللو إلو ده بيفتح طريق اللي ضدك انه بيفهم انك خايف، وممكن تلاقي الاي دي سي اللي ضدك ساب السبورت بتاعه وبدا يعمل غلطات وحب يطلع قدام، وساعتها هو بنفسه اللي هيجي لحد عندك علشان تظروفه وانت واقف والسبورت بتاعك ورا في امان الله. ما تستغربش عشان بتحصل كتير فشخ، عشان ده لو إلو. بصوا في المثال ده كده في الهاي إلو نفخ ده افيليوس ونامي ضد فاروس وكارما، اللين ده كان ماشي عادي لحد ما افيليوس اتجنن وجات له الهبه وقرر يعمل تريد. وقف لنا الصوره كده يا عم محمد نصر. يا ترى لو انت فهمت اللي قلنا ده عن الباراليل بوزيشننج تفتكر مين اللي هيكسب التريد؟ الحقيقه الاربعه واقفين صح، كل 2 قريبين من بعض، لكن الفيصل هو فكره الضرب، انكم انتوا الاتنين تضربوا في نفس الشخص. فاروس هنا مركز على نامي وبيضرب عليها، في حين ان نامي تعتبر بعيده شويه على كارما اللي جاهزه تضرب على افيليوس، لكن نامي وافيليوس الاتنين مركزين على مين؟ على فاروس فقط، وبالتالي فاروس هنا خسر التريد لان الاتنين اللي ضده ركزوا الضرب عليه، في حين انه ضرب في نامي وكارما ضربت في افيليوس، ولازم كانوا هما الاتنين يركزوا على نفس الهدف. ركز معايا يا اسطى، الحاجات دي بذهب والله العظيم، انتوا اللي يعني ما بتعملوش بيها. وبكده وصلنا لسؤال حلقتنا النهارده، من وجهه نظرك ايه الاسباب اللي تخلي مستوى الاي دي سي في اللو إلو وحش وبيتشاف انه رول ضعيف رغم انه في الهاي إلو مبهدل الدنيا؟ مستني ردكم وارائكم في الفيديو تحت في الكومنتات، وما تنسوش تبصوا بس في الوصف او الديسكريبشن بتاع الفيديو علشان تلاقوا لينكات السوشيالز بتاعت بابا بهوش اللي هو جنابي، وبالذات سيرفر الديسكورد اللي هو اكتر حاجه شغاله علشان تقدر تتواصل معايا، ولينك الانستا حقي اعمل لي فولو دلوقتي علشان تسالني في اي حاجه بخصوص اللعبه. نشوفكم يوم الخميس الجاي في فيديو جديد، يلا بينا.